أنا لا أنسى أبدا السؤال الذي أحدث ضجة وردود أفعال قوية في الحوار الذي أجريته مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أكبر داعية إسلامي في الوطن العربي كله. الحوار ده عملته في منزله بسيدنا الحسين. أنا عملت حوار طويل استغرق أكثر من 3 ساعات وشمل أسئلة كثيرة جدا، لكن السؤال اللي أثار ضجة كان حول عمل المرأة. أنا سألته قلت له إن بعض السيدات بتقول إنها بتعمل من أجل تحقيق ذاتها. إجابته كانت قوية جدا. قال لي تحقيق ذات المرأة يكون كأنثى تعرف مهمتها وتحققها. وبعدين يا سيدي، المرأة تعمل مع من؟ مع الشباب؟ مع الرجال؟ هل هذا هو عمل المرأة؟ قلت له لكن هناك من رجال الدين من يبيح عمل المرأة وتحقيق ذاتها. كان رده قوي جدا على هذا السؤال. قال لي ألست أنا أيضا من رجال الدين؟ وبعدين من فضلك، مين اللي خد رأي رجال الدين؟ هم سألوا رجال الدين قبل أن تعمل ولا بعد أن عملت؟ يا سيدي، الدين جاء ليدبر لا ليبرر. هنا تبرير وليس آه تدبير. قلت له معنى كده ان المرأة تقعد لبيتها، تقعد في بيتها؟ قال لي أيوه، تقعد في بيتها ودي مهمتها. وبعدين شوف النهارده المرأة بتحصل على أجازات حمل وأجازات ولادة قد إيه؟ ده مش كده كمان، ده في اللي بيطالب بأن المرأة ما تعملش وتاخد نص المرتب، يعني تقعد في البيت وتاخد كمان نص المرتب. يعني كلام مش منطقي. وبعدين صانع الصنعة هو اللي حط قانون صيانتها. يعني ما ينفعش تحط البوتاجاز اللي يعمل بدل الثلاجة، ما ينفعش. دي ظاهرة بتأكدها السنن الكونية. وبعدين ماذا تنتظر؟ أب مشغول وأم تخلت عن دورها. إيه النتيجة؟ خالق المرأة قال عملها في البيت. هذا الرأي. وبعد أن نشرته فوجئنا بردود فعل بعض السيدات غاضب جدا، مش من السيدات برضه، حتى الآن في بعض السادة الإعلاميين بيتهموا فضيلة الشيخ بأنه في هذه الأقوال وهذه الرؤية فيها رجعية وما فيهاش تقدم. لكن حقيقة أن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان قويا جدا ولم يتراجع عن هذا الرأي. أنا لا أنسى أبدا أنه أحدث ضجة وكان محل خلاف واختلاف في الرأي.